بما ان الاجازه جت في الفيديو ده هنتكلم ازاي نخطط الاجازه. اول حاجه طبعا هتعملها انك انت تجيب ورقه زي دي بالظبط. ليه بقى؟ عشان الورقه دي انت هتكتب فيها كل حاجه انت في دماغك دلوقتي. انت دلوقتي خارج من تانية ثانوي، تمام؟ ودماغك فيها كميه حاجات، فيها خوف برضو من تالتة، وفيها حاجات كتير. فانت محتاج تجيب ورقه تكتب بالتفاصيل انا عايز اعمل ايه في الاجازه دي، وتبدأ بقى ترص أي حاجة حتى لو كانت عشوائية. بس خليك تفتكر حاجات مهمة أولا. أول حاجة تفتكر إن دي أجازة لازم تستمتع بيها، بلاش إنتاجية يعني. لازم تستمتع بيها أهم حاجة، عشان كده كده في الأول في الآخر دي أجازة. فلازم تنفس نفسك فيها. وافتكر برضو إن دي أجازة يعني حوالي شهرين، فأنت مش هتنقذ العالم ولا هتبقى سوبرمان ولا هتألف الكتاب اللي أنت بتحبه دلوقتي. بس استمتع، سيب الضغط، انت مش ناقص ضغط، انت مضغوط خلقه اصلا، تمام؟ وتبدا بعد ما تطلب، بعد ما تكتب كل حاجه تبدا تربطها ببعض. اهم حاجه بعد ما تفضي دماغك وتكتب كل الافكار اللي في دماغك، تكتب انت ازاي هتحقق الافكار دي. مثلا انا عايز اقرا كتب، تمام؟ في الاجازه دي عادي، فاكتب اسامي الكتب اللي انا هقراها. انا عايز اتفرج افلام، اكتب اسامي الافلام اللي انا عايز اتفرجها. لازم المعلومات تبقى لازم تبقى محدده، وانا اعرف اعمل ده بالظبط واعمله فيه. ربط الاهداف اللي شبه بعض او القريب من بعض. مثلا انا هنا ربطت عايز اروح جيم، وعايز اصحى بدري واكمل يعني في تعلم اللغات، تمام؟ فدول حاجه مرتبطه. لو انا صحيت بدري اعرف اروح جيم واعرف اصحى بدري، تمام؟ وهنا ابدا اخد بقى الافعال اللي انا بدات اعمل فيها فعلا. مثلا زي الجيم، انا دفعت الاشتراك الجيم فعلا، فده مش هيخليني اكسل اروح الجيم. وكده تعمل كده في كل هدف انت حاطه وتقسمه. وبس كده تبدأ بقى بعديها. ده كده انت كده رتبت اهدافك ورقية. تبدأ بقى بعديها تبدأ تستمتع بالشهرين دول. تكتب فيهم مثلا اللي انت عايز تعمله. في مثلا بكرة انا هتفرج على فيلم كذا بعد ما اخلص كذا، تحطها تاسك بكرة. اللي هي مجرد تجيب برضو ورقة وتكتب انا هتفرج كذا، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، هعمل كذا بكره. بس هي كده تخطيط الاجازه. اجازه مش صعبه للدرجه دي، بس هي دي الفكره. بس برضو الاول في الاخر دي اجازه، بس تخطيط الاجازه برضو حلو انك انت تحاول تستمتع بيها باكتر عد ممتع. لو التخطيط للاجازه هحسك بتعب وارهاق فبلاش احسن. انت بس استمتع في الاجازه دي، بس كده. الموضوع مش مناقض لاي حاجه انا قلتها، لان اهم حاجه يا جدعان في الاجازه انك انت تكون مرتاح نفسيا، مرتاح جسديا. مش هتقعد ترهق نفسيتك انك انت لا انا لازم في الاجازه اعمل اللي انا سمعته من فيديو الفلاني، اذاكر كل حاجه، لازم اعمل كذا. لا، ما انت كده بتحرق نفسك، وبلاش يعني، انت فاهم؟ كده كده انت هتسعى ان شاء الله، وكده كده ربنا هيكرمك ان شاء الله. انت عليك انك تسعى النتائج بتاعت ربنا، بس كده.